أنا النهاردة جايبة لكم مشروب لإزالة دهون البطن ودهون الأرداف والمؤخرة ونزول الوزن ككل. أول حاجة عندنا اللي هو ورق الغار أو ورق اللورو، كلنا عارفينه. ورق الغار يعني عايزة أقول لكم أهميته كبيرة جدا، بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم اللي هو الكوليسترول الضار، بيعمل على إذابة الدهون اللي موجودة أو الدهون الحشوية اللي موجودة في منطقة البطن، بيعمل على تحسين مستوى السكر في الدم، وبيقلل الغازات وبيقلل الانتفاخ، بينزل لنا المية الزايدة في جسمنا. طب تاني مكون هنستخدم ايه؟ هنستخدم مع بعض معلقة من الكمون. اظن انتوا كلكم عارفين ان الكمون ده يعني مفيش احلى منه في نزول الوزن، وخاصة في الدهون اللي موجودة في منطقة البطن. الكمون كمان مش فايدته ان هو بينزل دهون وبس، لا برضو بيظبط مستوى السكر في الدم، بيقلل الكوليسترول الضار، وبيقلل كمان الغازات والانتفاخ، وبيقلل كمان موضوع الامساك. طيب تالت مكون عندي هستخدمه ايه؟ هستخدم الهيل او الحبهان. بحط 7 حبات من الهيل او من الحبهان. كلنا عارفين الحبهان اصلا بيعمل على سد الشهية، وبيزيل الدهون الموجودة في منطقة البطن، ومفيد جدا لان هو بيقلل الكوليسترول الضار، ومفيد جدا لانه برضو بيظبط مستوى السكر في الدم. المكون الرابع وهو القرفة. حط عود من القرفة. كلنا عارفين القرفة حارقة للدهون، وبتخلصنا من الشحوم اللي موجودة في جسمنا، وكمان بتسد الشهية. ده كمان ان هي مفيدة جدا للأمراض العصبية، وكمان ان هي بتساعد على علاج بعض الامراض او التقليل منها اللي هو مرض الزهايمر. ولكن هناخد الطاسة بتاعتنا وهنبدأ نحطها على النار لمدة بسيطة جدا، يعني لا تتعدى ثواني. خلاص كده الأعشاب عندي بقت جاهزة، خدت تحميصة بسيطة، وببدأ أضيف لها المكون الأخير وهو معلقة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة مفيدة جدا لأنها بتقلل أو بتخفض مستوى السكر في الدم، وبتعزز الجهاز المناعي، وبتحسن الهضم، وبتقلل الإسهال أو العلاج فقر الدم. كانت بتحتوي على حديد، ومفيدة جدا لالتهابات المفاصل لأن بيها نسبة من الكالسيوم. كمان إن هي بتنقي الكبد، وطبعا بتعمل على إدرار البول، وبتخلصنا من الانتفاخات ومن الغازات. خلاص كده الأعشاب بقت جاهزة إن أنا أطحنها في المطحنة بتاعة التوابل، وباخد معلقة منه وبصب عليه الماء المغلي، وممكن أحليه بقى بمعلقة من العسل، معلقة واحدة بس في اليوم، وباقي المشروب اللي هنشربه مرتين كمان هيبقى بدون عسل عشان ما زودش السعرات الحرارية بتاعة جسمي. اشرب المشروب اللي هو بالعسل صباحا، لكن المشروبين التانيين اللي هشربهم بعد الغداء وبعد العشاء بيبقى من بدون عسل. ببدأ أضيف شريحة من الليمون بعد ما بيبرد. احنا عارفين ان الليمون بيحرق الدهون وخاصة دهون الجسم، وبينزل الوزن، وفي كمان الياف اللي هي البكتين اللي هي بتديني احساس بالشبع. اتمنى ان هو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.